يسعد أوقاتكم. قديش بنتغلب تقطيع الملفوف؟ جبتلكم اليوم طريقة لتقطيع الملفوف ليطلع معكم بشكل مرتب ويسهل عليكم لفه. جدا سهلة الطريقة وبسيطة، بس تابع مع الوصفة. أول شي بالبداية عنا راس الملفوف. طبعا بدنا نكون كتير حذرين لما نيجي نقطع راس الملفوف. حشوف وين نهاية آخر ورقة من راس الملفوف وحعمل عندها خط بالطول، وبالمقابل أيضا حعمل خط بالطول. بعدين حنبلش نقطع عشان يطلع معنا التقطيع مرتب. هيك أنا عملت خطين متوازيين بالطول. هلأ حنعمل أيضا خطين متوازيين بالعرض زي ما انتو شايفين. هذا هو الخط الأول. بالمقابل حنعمل الخط الثاني الموازي له. أنا هدفي أنه يكون عنا بالنص ورقة ملفوف شكلها مربع زي ما انتو شايفين، عملنا مربع. هلأ بالنسبة للأطراف حشوف وين الجزء السميك بالورقة وحعمل عنده خط، أو زي ما بنحكي له اللي هي عظمة الورقة، وحنقطع. وبالجهة الثانية أيضا هنعمل خط ونقطع. هيك احنا خلصنا تقطيع الملفوفة لأجزاء زي ما انتو شايفين. صارت عنا عبارة عن طبقات من الملفوف بشكل مربع ومرتب. هون حسلق الملفوف لمدة دقيقتين زي ما انتو شايفين. بعد السلق ولما فك الورق عن بعضه طلعت عنا شرايح مربعة من الملفوف، رح يسهل علينا لفه. حتى الأجزاء اللي بالأطراف رح يطلع معك شبه مربع أو شبه مستطيل، أيضا يسهل عليك لفه. بالنسبة للحشوة عنا هون كاستين من الرز المصري المنقوع. ضفت عليه شبت وبقدونس ونعناع. ممكن تحطي شبت ونعناع أو شبت أو بقدونس، بس الشبت أساسي. عنا هون بصلة كبيرة مقطعة فرم ناعم، في ناس بيقلوها وبحطوها برضو بتطلع كتير طيبة. عنا هون حبة بندورة كبيرة مقطعة ناعم. عنا هون أيضا ربع كاسة من زيت الزيتون. ياريت يكون كل المقادير عندكم نفس الكوب أو الكاسة. عنا هون عصرة ليمونة كاملة. أيضا حطيت هون 2 معلقة من دبس الرمان. بتعطي حموضة للملفوف وطعم كتير لذيذ. بالنسبة للبهارات أنا حطيت هون 1.5 معلقة من الملح، 1 معلقة من الفلفل الأسود، 1 معلقة من الكمون، 1 معلقة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من القهوة، و3 معالق كبار من معجون الطماطم، ومكعب من مرق الدجاج حفتته على الخلطة وقلبه معها. ممكن تحطي أيضا لحمة مفرومة. هيك صارت الحشوة جاهزة. هلأ حنحشي ورق الملفوف. شوفوا قديش اللف سهل وقديش حتطلع معك الحبة مرتبة. هنا في قاع القدر حطيت أنا بعض الملفوف اللي زاد عندي واللي ما بحتاجه. وبعدين حنرص الملفوف وححط راس من الثوم مقشر. طبعا بالنسبة للصوص اللي حنحطه على الملفوف، عندي هنا كوب من الماء أو مرق الدجاج إذا عندكم، نص كوب من زيت الزيتون. عندنا هنا ليمون، حطيت 5 حبات من عصير الليمون.
أيضا حطيت 2.5 معلقة كبار من دبس الرمان، بعطي مع الليمون حموضة لذيذة جدا. أيضا ضفت 1.5 معلقة من الملح، وأيضا ضفت هنا نص من علبة معجون الطماطم، نص علبة. وعندنا هنا مكعب من مرق الدجاج أيضا ضفته، لو عندك مرق الدجاج حطيها بطلع أيضا دسم وكتير لذيذ. بدي أحكي هون شغلة، إنه أنا هنا طبخت الملفوف بطنجرة الضغط، بأخذ معك 20 دقيقة فقط، ما تزيدي ولا دقيقة زيادة لأنه بيستوي بسرعة. بإمكانكم تطبخوه بالطنجرة العادية، ولكن لازم تزيدوا كمية المية. هون صارت وصفتنا جاهزة، بتمنى إنها تكون نالت إعجابكم. كانت معكم مرام غازي يوسف، بتمنى تعملوا لي سبسكرايب، لايك وكومنت.